لو انت مثلا بيزنس اونر او انت كلاينت، حط في اعتبارك دايما ان النتائج بتبان على ارض الواقع لما بنبدا شغل، وانت نفسك بتلاحظ ده وبتحس بيه. يعني لو انت في اول شهر لاحظت ان انت مثلا لو كنت عند نقطه A وصلت النقطه B، يبقى انت كده فعلا ماشي صح. ساعتها هنتكلم في ان احنا ازاي نسرع عمليه الوصول لنقطه C. فاهم قصدي؟ دي نقطه. لكن انت لو لقيت نفسك لسه في نقطه A زي ما انت، يبقى انت اصلا بتشتغل مع ناس غلط او بطريقه غلط، او مش موفر الريسورسز المناسبه اللي تنجح الموضوع ده. تمام. طيب دي كده نقطة ممكن نحكم بيها. النقطة التانية طبعا هي الأرقام، لأن في الآخر الدليل بيبقى على الأرقام. طب أنت عشان تشوف أرقام، أنت محتاج تشتغل شهر واتنين وتلاتة، فده معناه إن أنت ما ينفعش من أول شهر تشوف أحسن أرقام في الدنيا. بس برضو الأرقام دي لو وصلت للنقطة اللي تخليك تقول أنا بتحرك، يبقى ساعتها الموضوع هيكون مرضي. وبرضو الكيس دي بتختلف من اندستري للتانية ومن بيزنس موديل لبيزنس موديل تاني. لأن في بيزنس موديلز هي بتبقى اوريدي شغالة بقالها سنين، وعارفة الماركت بتاعتها كويس، وعارفة الاندستري كويس، وعارفة ان هي بتصرف على الماركتنج كذا بيرجع قصاده كذا. وفي اصلا بيزنس موديلز بتبقى لسه هتبدا. فلما انت تيجي تسالني سؤال زي ده وانت ستارت اب او انت مكان لسه بيبدا، انت لو سالت نفسك السؤال ده اصلا مش هتعرف تجاوب عليه. فما تخلوش حكم على الشخص بتاع الماركتنج او الماركتنج تيم اللي هيشتغل معاك، سواء ان هاوس او ماركتنج ايجنسي او حتى ناس فريلانس، ان انت تقول لهم سؤال زي ده ولو لقيتهم ما بيقولولكش اجابه منطقيه عليه، يبقى انت تقول الناس دي بتتكلم غلط. واللي عايز اوصله لك ان انت اصلا لو لقيت شركه او لقيت ناس بتقول لك احنا الشهر الجاي هنجيب لك من كذا لكذا، اعرف ان هم بيضحكوا عليك. وساعتها طبعا ما تلومش الا نفسك. ما تحاولش تعمل ده في الناس اللي بعديهم. لما مثلا توقف مع دول وتروح لشركه تانية، فتقول لهم النقطه بقى اللي هي هتبوظ لك البيزنس اكتر، ان انت تقول لهم انا الشركه اللي قبلكم قالت لي مثلا انا هجيب لك من كذا لكذا وما جابوهوش. فتبقى الشركه دي لو هي شركه ما عندهاش ضمير او مش بتشتغل صح، هتيجي تقول لك احنا هنجيب لك احسن منهم عشان يقبل الديل معاهم، وبالتالي هتخش في نفس اللوب ده ومش هتطلع منه. فلو عايز نصيحتي، ما تحكمش على حد غير لو انت نفسك عارف ايه البريك ايفن بتاعك، وعارف انت عايز من الماركتنج ايه بالظبط، عايز براندنج ولا عايز سيلز على طول ولا عايز ايه، لان كل حاجه من دي اصلا ليها معطيات علشان تحصل. النقطه الثالثه ان انت ما تحكمش على شغل حد غير لما تشوفه مده كفيله ان انت تحكم بيها انت كنت في النقطه دي ووصلت للنقطه اللي بعدها، ولا انت لسه في النقطه اللي انت فيها زي ما انت ومش حاسس باي اختلاف.